حذينا سلام كنت مرحبا كنت لا فيديو بساجيت من لا فيديو بساجي كنت دافا كون شاء الله بخير تسلمت هذه حذاين افون ما نبداو لا فيديو بساجي فا كنت دينا ثاني ميرت كنت قرانت في لي رياكسيون كنت سور لي فيديو بريسيدونت ثاني ميرت كنت في لي زونكوراجمون كنت ياخذ لو سوتيان كنت فين مازالوا يخدمنا على جماعه عزيزيني وتخدم جيم الى فيديو اي ديجا كومونتير ينكوراجين فين مازالوا يابونينا راه اتابوني اتاكتيفي لا كلوش دو نوتيفيكاسيون باش كي شاك فوا ترسل نوفيل فيديو كنت تعوض لا نوتيفيكاسيون. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. نتمنى الفيديو تاع اليوم يلقاكم كامل بصحه جيده يا رب. حبيباتي قبل ما نبداو الفيديو تاع اليوم حبيت نشكركم على التشجيعات تاعكم وعلى تعليقاتكم الجميله على الفيديوهات السابقه، وثاني حبيت نرحب بالمشتركات الجدد ونقول شكرا للمشتركين اللي كانوا معايا من قبل. حبيباتي اللي مازال ما دارتش جيم نتمنى انها دير جيم وتفعل فوالا دير جيم وتخلي لي كومونتير شباب اللي رايح يشجعني باش نزيد نحط لكم فيديوهات يا حبيباتي. وثاني اللي مازال ما اشتركتش في القناه تشترك وتفعل زر التنبيهات باش هكذا كل ما نحط فيديو جديد راح يلحقكم لي نوتيفيكاسيون. حبيبتي الغاليات حبيت ندير مسقبه هكذاك سائله رابيدمون للقهوه. كيما شفتوا خلطت حبه بيض مغرفه كبيره تاع السكر، نص كاس زيت وزدت عليه شويه ملح وزوج كيسان تاع السميد وزدت عليهم الزيت تاع السيترون مبشور الليمون وعصير حبه ليمون يا حبيباتي. وكي خلطت كامل المكونات زدت عليهم كاس ونص تاع حليب مع وتاني زدت لافاني. نخلط كلش ومن بعد نجيب مقله اللي عندها حواف فوالا نشعلها على نار قليله ونحط المثقب تاعي الطيب. دقيقه غادي حلاين جوست بغي غتبارطاجي كنت لا روسيت دقيقه يتخمر القهوه نتمدي ثما كاس سوالف تاع حذاين دمعت ثم الليل تاع نجو ثم قرنت نسكر الوغ خدمت كومبليتمون رني خفلاسن شطح الملح تاع نجو تمش تحت لافاني لو زيت دي سيترون ياكو ان جو دان سيترون هذي عزيزيني ارمي فلاسنسين الكيسان بورن ارويغ كلش تري بيان ومن بعد ارمي غاسن الكاس نص ويفكيا دقيقه برد ثم قليت في ساعه ايران ذهنا شطوح الزيت شعل غاس ابتي فو اذراغ فوالا شغل ذاغرهم ليكيد معهم من القباين نخدم دا شو يسد ليكيد يفقد زيدي مسخ مع لوزاس دو سيترون باش انسو يس القهوه فوالا. وهنا يا حبيبتي الغاليات بعد ما طابت المثقبه تاعي ما صورت لكمش كي قلبتها وكي طيبتها بصح سي با غراف. جاء اكسيل فوالا جاء اكسيلوش وحطينا نشربوا القهوه تاع العشيه. لقيت حدين فوالا يبدو غروب نينو نخبدا نسوي القهوه تمدي في سد اكسيل الى كل ثورا انفذو فوالا لو سوجي نار تري امبورطون. هنا يا حبيبتي جيت باش نبداو السوجي تاعنا يعني تري امبورطون مهم بزاف. سلام حبيبتي الغاليات، سلام مرة أخرى. بالنسبة للموضوع اللي حبيت نهضر لكم عليه هو أني شفت في اليامات اللي فاتوا بزاف أمهات في لي جروب راهم يحطوا باللي ولادهم عندهم حمى أكثر من 5 أيام ما حبيتش تحبط لهم بكاتالجي ولا بليسوبو ولا بدواء تاع الحمى. وتاني لاحظوا طفح جلدي على لو كور تاعهم. كاين اللي داو ولادهم للطبيب ومن بعد الطبيب قال لهم كاين اللي قال لهم الرجي كيفاش يقولوا هذوك الالرجي بالعربيه حساسيه ضد احد انواع الاكل ولا حساسيه ضد دواء ولا ضد انتيبيوتيك. بصح بعد مده تشخص هذاك الطفل انه مصاب بمرض واسمه كوازاكي. وانا كأم عندي اطفال عندي ولادي صغار اكيد الحاجه الاولى اللي درتها اني دخلت لجوجل حوست على هذا المرض ولقيته انه مرض قديم يعني يكزيستي عنده بزاف ملي كاين في الستينات. اكتشفوا طبيب ياباني وهذا الطبيب اسمه كوازاكي على بها سماوه المرض هذا سماوه على اسم هذاك الطبيب. حبيت نقول لكم يا حبيبتي الغاليات بانه ان هذا المرض ليس معدي. والحاجه اللي خلتني اني نجي نهضر على هذا المرض هذا
قلت لكم بما اني بيان سور عندي ولادي، خفت عليهم، قلت لكم رحت حوست كامل على هذا المرض، شفت الاعراض تاعو، شفت طريقه العلاج، شفت الاسباب تاعو، وما حبيتش نخلي هذه المعلومه ليا، حبيت نفيدكم لا قدر الله بعد الشر عليكم وبعد الشر على ولادكم انكم لاحظتوا بعض من هذا لي سيمبتوم ولا الاعراض اللي راح نحكي لكم عليهم في هذا الفيديو، انكم ما تستهزوش تديو اولادكم للطبيب لاخذ العلاج المناسب، لانه يا حبيبتي هذا المرض كل ما تشخص بكري كل ما يكون المضاعفات تاعو قليله وغير مؤذيه، وكل ما يكون العلاج تاع الطفل نتاعكم يعني يكون سهل. اولا يا حبيبتي الغاليات كما نعرفوا هذا المرض هو التهاب يصيب شرايين الدم الرقيقه هذيك وهذيك المتوسطه التي تغذي القلب بالاكسجين وبالدم. داكوغ يا حبيبتي الغاليات، بصح هذا المرض ما على بالهمش منين جاو، ما على بالهمش السبب تاعو، ما على بالهمش كيفاش يجي. هو ليس بفيروس، حتى ليس بفيروس وغير معدي، فوالا يعني با كونتاجيو. وثاني يا حبيبتي الغاليات قلت لكم انه الفيروس هذا ماشي فيروس، المرض هذا ما على بالهمش شكون، بصح كاين من واش يجي، بصح كاين بزاف تاع نظريات يقولوا لك بسبب المناخ، تغيرات مناخيه، وثاني يجي جينيرالمون بزاف في الشتاء وفي الربيع، واكثر الاشخاص العرضه لهذا المرض هم الاطفال دون السن 5 سنوات، واكثرهم يعني هذا المرض يصيب لي غارسون، يصيب الصبيان اكثر من البنات. داكو حبيباتي. اون بليس قالوا لكم باللي لو بيك مال الاشخاص الاطفال يعني الفئه السنيه تاع الاطفال اللي يتصابوا بهذا المرض اكثر هما من 6 شهور حتى العام. داكوغ يا حبيبتي الغاليات. وقلت لكم باللي ما على بالهمش السبب تاعو، النص يقول من التغيرات المناخيه ولا من ثاني في الشتاء والربيع، والعامل واحد اخر وجود فطريات في الجو ولا في لونفيرونمون ولا في البيئه يمكن انه يساعد بالاصابه بهذا المرض. وثاني الرياح، بوتيتر الرياح، هما قالوا هكذا لارتيكل والفيديوهات اللي شفتهم قالوا لك هذو من الاشياء هما بالك اللي يساهموا في انهم يسهلوا عمليه انه الاطفال يصابوا بهذا المرض. دوك يا حبيبتي نجيو نعرفوا هذا المرض. قلت لكم هذا المرض هو التهاب يصيب الشرايين الدمويه اللي تغذي القلب بالدم والاكسجين والعناصر اللي لازم له. وكيفاش الالتهاب هذا يحصل؟ هي انه كريات الدم البيضاء لومونيتي تاعنا لو سيستيم ايمونيتير هومان اللي هو يعني كيفاش اسمه بالعربيه نسيتو، النظام الدفاعي فوالا تاع الجسم ضد الامراض، ضد الفيروسات، ضد البكتيريا، يهاجم هذه الشرايين الدمويه، تسمى اوتو ايمونيتير. هو انه الجسم تاعنا يهاجم نفسه، يهاجم هذوك الاوعيه الدمويه فوالا اللي تغذي القلب، مما يسبب التهاب، راح يسبب التهاب، ومن بعد هذاك الالتهاب راح يسبب حمى. الحمى هذيك تكون حمى يعني بزاف، تطلع بزاف. وثاني يا حبيبتي الغاليات تكون اكثر من 5 ايام. الحمى هذيك تكون اكثر من 5 ايام، والبيبي تاعك ولا الطفل تاعك واش ما تمديله دواء، هذيك الحمى ما رايحاش تحبط، يعني الحمى لا تستجيب لا للكاتالجي لا للدوليبخان لا لريان ديتو. وثاني حبيبتي راح تلاحظوا بعد الشر عليكم، بعد الشر على ولادكم، الى قدر الله الوقايه خير من العلاج، حنتلاحظوا اون ايريتاسيون او نيفو دو لا بو، يعني التهاب على مستوى لو كور، على مستوى الجسم وعلى مستوى الجلد تاع الطفل تاعك. راح تشوفي فيه بقع حمراء، راح تشوفي فيه شغل طفح جلدي. وثاني فوالا هذو الشغل راح نبدا لكم
باللي سيمبتوم، يعني الاعراض اللي راح تقدري انك انت تروبيريها من الجسم تاع الطفل تاعك. الحمى تتعدى 5 ايام لا تستجيب لاي نوع من خافضات الحمى. وثاني حبيبتي الغاليات، راح تلاحظوا طفح جلدي على الجسم تاع الطفل تاعكم، جينيرالمون يجي في الساقين وفي الظهر وفي اليدين. راحين تلاحظوا ثاني حبيبتي الغاليات احمرار على مستوى العين تاع الطفل تاعك، وبدون افرازات، يعني بدون افرازات. كي ما تشوفيش هكذاك افرازات صفراء ولا كي ينوض وليدك الصباح ما تلقايش عينيه لاصقين ومغلوقين، برك راح تشوفي يعني العين تاع طفلك ولات حمراء. بالاضافه يا حبيبتي الغاليات الى جفاف يعني واضح انتونس على مستوى الشفاه تاع الطفل نتاعك. وتقدري وتانيت لا لونغ اللي هو اللسان تاع طفلك راح يكتسب لون كيما اللون تاع الفراوله، يولي احمر، ومع لا غورج تاعو تانيت راح تولي حمراء يا حبيبتي. واللي سيمبتوم يعني تكون داخل، يقدر يكون التهاب الى قدر الله، التهاب يعني على مستوى القصبات الهوائيه اللي هما لي بومون. وثاني حبيبتي تضخم، ماشي تضخم في القلب، باردون، راح ثاني القلب تاع طفلك راح يصاب بالفشل، بعيد الشر عليكم. يعني هذه اقصى تاع لي سيمبتوم، اقصى الاعراض. انت غير تشوفي هذوك الاعراض اللي تظهر على الجسم بوغ ايفيتي لي كومبليكاسيون، بوغ ايفيتي هذوك الاعراض الكبار، لازم يعني انت تشخصي الطفل تاعك في اقرب وقت. داكور يا حبيبتي الغاليات. وثاني فوالا بالنسبه راني نورمالمون كملتهم لكم باسكو كتبتهم كامل هنا. وثاني حبيبتي ممكن انكم تلاحظوا اسهال لا دياري، وممكن انكم تلاحظوا ثاني الم في البطن. البيبي تاعكم راح يقول لكم انه الى دي دولور دي مو او نيفو دو فونتر، فوالا. وحبيبتي الغايه تقول لكم كي تديو اولادكم للطبيب بعد التشخيص، بعد الشرع عليكم، فوالا. انا نمد لكم نصائح لانني كي شفت كامل هذوك الامهات حطوا منشورات في الجروب تاع فيسبوك، انا خفت على ولادي. وقالوا لك الوقايه خير من العلاج. كل ما المرض يتشخص بكري كل ما يكون العلاج تاعو سهل، وكل ما يكونوا لي كومبليكاسيون تاعو يعني راح نتفاداو فوالا، راح نخرجوا باقل الخسائر بعد الشر. وحبيبتي هي يعني لو بيك تاع هذا المرض هو الفشل القلبي. ويقولوا لك باللي اكثر الامراض القلبيه اللي يكتسبها الطفل كي يكبر هي ان تجيه من انه في صغره تعرض لمرض كوازاكي. وحنا نقولوا الوقايه خير من العلاج. هي مالوغوزمون ما كاش حاجه تقدري ديري وقايه لانه ماشي فيروس، ولا باش ديري وقايه ما كاش اجراءات تقدري تتخذيها كوقايه بالنسبه للاطفال تاعك. بصح انك في حاله المرض الى قدر الله بعد الشر عليكم فوالا وعلى ولادكم، انت ما عليك غير تروبيري هذوك لي سيمبتوم ولا هذوك الاعراض في وقت مبكر، غير في البدايات تاعهم يا حبيبتي الغاليات. وانا والله ما جيتش نحكي لكم برك على باش ندير لا بوبليسيتي ولا نخرط عليكم، ولا لانني انا شفت هذاك واحد 3 ولا 4 امهات حطوا التصور تاع ولادهم. انا هذوك التصور رفدتهم في لي جروب، نحطهم لكم راح تشوفوهم. يعني ما بينوش ولادهم، لو كان بينوا الوجوه تاع ولادهم جو با مي بيرميتر نرفد تصورهم ونحطهم هنا. هما ما حطوش التصور تاع ولادهم، بصح راح نوريكم باللي هذوك الامهات تقلقوا. وكما تعرفوا يا حبيبتي الغاليات باللي الحمى واعره، والحمى تاع المرض هذا كوازاكي يعني حمى بزاف لي انتونس، بزاف شغل قويه، راح يعني ممكن تسبب باشياء اخرى الى قدر الله. وهنا يا حبيبتي نجو لل كيفاش نقول لكم، نجو
نسيت ثاني ما نقول لكمش واحد العرض، هي التهاب الغدد اللمفاويه. ممكن انكم تحسوا خاصه في هذه المنطقه ولا هنا دي غلوند في الغدد هذوك لي غلوند لمفاتيك ولا الغدد اللمفاويه رايحين يتنفخوا ورايحين يشكلوا دي غونغليون. داكوغ يا حبيبتي، راح نشكلوا دي غونغليون تقدروا انكم تحسوهم هكذا في الطفل تاعك واحد ولا زوج ولا اكثر. وثاني حبيبتي الغاليات حبيت نقول لكم باللي هذا المرض ثاني يسبب هنا احمرار في اطراف اليدين هنايا واطراف الارجل، وهذا الاحمرار يكون بزاف. وثاني تقدري تلاحظي تشققات على مستوى اطراف تاع وليدك هكذا في الاصابع الارجل ولا في اصابع اليدين، وتقشر هذيك لابو ولا الجلد الرقيق هذاك تشوفيه يتقشر على مستوى اصابع الارجل واصابع اليدين. وثاني تقدري تلاحظي انه لي لافغ تاع وليدك ولا الشفاه تاعو ثاني تقشروا فوالا. وهنا يا حبيبتي الغاليات وقال لكم ثاني العامل اللي يقدر يكون سبب في هذا المرض هو العامل الجيني ولا العامل الوراثي. بالك الاجداد تاعك ولا امك وابوك كانوا مرضوا بهذا المرض فوالا، وانتي راح ينتقل الى ولا ليك ولا لولادك بعد شرع عليكم عن طريق الوراثه فوالا، عن طريق هو يكون في لاديان تاعنا في الكتالوج تاع لاديان تاعنا. وفوالا قلت لكم يا حبيبتي هي انه اقصى سيمبتوم ولا اقصى يعني عرض تقدري تشوفيه في وليدك ولا يقدر يتعرض فيه وليدك هو الفشل القلب، هو هذا العرض الكبير. بالنسبه للبنات للعلاج كي تروحوا للطبيب اكيد راح يمدوا لكم لاسبيرين دولي برانتانيت. وهذا الاسبيرين واش راح يدير يا حبيبتي الغاليات؟ راح يقضي على هذاك الالتهاب. وثاني ممكن انه الناس ممكن انهم يسحبوا مضادات حيويه، مضادات الاجسام. شو مضادات حيويه؟ مضادات الاجسام، ولا راح يسحبوا كريات بيضاء من الجهاز المناعي للانسان واحد اخر ورايحين يحقنوه في الانسان هذاك، لانه احنا المناعه تاعنا هي اللي تهاجم هذوك الشرايين. تسمى المناعه تاعنا ما تقدرش مدينا، تسمى نروحوا نتسلفوا مناعه من شخص. حبيت برك نبسط لكم الوضع انه نروحوا نتسلفوا مناعه من ولا كريات بيضاء من انسان واحد اخر فوالا بواسطه الدم، وهذيك راح تهاجم واحد يعني رايحه تحبس عمل الكريات البيضاء تاعنا اللي يمدها لنا حنا السيستم ايمونيتير تاعنا اللي تسبب لنا في الالتهاب. باش هكذا راح يكون العلاج هكذا يا حبيبتي. هذا واش قدرت نجمع معلومات عبر الانترنت فوالا عبر يعني واش قريت كامل، واش من فيديوهات اللي شفتهم في اليوتيوب عند الدكاتره ولي زارتيكل اللي قريتهم من منظمه الصحه العالميه. ومن المستحسن يا حبيبتي يعني عندكم تكتشفوا هذه الاعراض عند اطفالكم قبل 10 ايام، يعني بعد 10 ايام من الاصابه، بعد 10 ايام من الحمى، يعني قبل 10 ايام يجب انه يكون خلاص اتخذ اجراء باش هكذا فوالا هذا هو التريتمون. لازم قبل 10 الايام لازم يكون انه اتخذ اجراء ضد هذا المرض. حبيباتي لحقنا لاخر الفيديو تاع اليوم. نتمنى الفيديو تاع اليوم عجبكم، فدتكم يا لو كان بشويه. نقول لكم الى اللقاء في الفيديو الجاي. وإلا حبيتوا تعرفوا اكثر على هذا المرض ما عليكم الا تشوفوا فيديوهات في اليوتيوب وتقراو دي زارتيكل سور جوجل. هذه حدايا فوالا داك اسم حمفيوز وتراجعوا انا اون كابيل خاطر زنتنا باش يصلوا فيديو مقال اون بليس هي عارق نتاك الافكار زرب لي فهمتك تقبيلك الله يبارك. الو راه عزيزيني وكنت دينا على بروشين فيديو. نتمنى على فيديو بس كي عجبكم تتسفيلي في ديالو كان شي طح عرفوا فيه. والبنات الا قدرت نجمع معلومات واحده اخرى ولا نجمع اشياء واحده اخرى ولا عرفت اشياء واحده اخرى راح نهضر لكم عليهم في الفيديوهات الجايه. الى اللقاء، باي باي يا حدايين.